الاهلي ومديامة. انا اقول لك ايه ده يا اهلي، ايه ده؟ الشوط الاول زي الزفت، مفيش اداء، مفيش ترابط، مفيش رجوله، مفيش روح الفانيلا الحمراء، ومفيش داعي. ضغط والاستحواذ والافضليه لميدياما. انت ما جيتش حرفيا في الشوط ده كله وحش ما عدا مصطفى شوبير وياسر ابراهيم. نبص كده على الدفاع، عبد المنعم مش عارفه بيعمل ايه بصراحه. يا عبد المنعم، في فرق كبير ما بين الثقة بالنفس والغرور. اللي عندك ده اسمه غرور يا عسل، هتضيع مستقبلك على فكرة بسبب الموضوع ده. بتتعامل مع الكورة بتعالي زيادة عن اللزوم، والموضوع ده اترجم بكورتين خطر لمديامة. اما محمد هاني بقى نفس الكلام في الماتش اللي فات. الناحية اللي بيضغطوا منها والناحية الخطر ناحية محمد هاني. شكلهم اتفرجوا كويس وذاكروا ماتش بالوزداد، وخدوا الناحية اللي هم يضغطوا علينا منها هي ناحية محمد هاني. والموضوع ده ما اتحلش من الماتش اللي فات وتكرر تاني الماتش ده. يجي بقى لنص الملعب علشان كان حاجة نلت النيلة. جاب مروان عطية مأثر قوي على نص الملعب. مفيش ترابط ما بين الدفاع والهجوم. بما اننا جبنا سيرة الهجوم، يلا بقى نبص على الهجوم. يا شحات باشا ده، انت كل ماتش بتجيلك نفس الكورة، وانت بسم الله ما شاء الله ما بتتعلمش وبرضه بتضيعها. ناوي بقى تتعلمها بعد المره الكام؟ قول لنا بس عشان اتشلينا. قول لنا هتتعلم امتى واحنا هنصبر عليك. مش معقول يا شحات الفرص اللي بتضيعها دي. مودست مش عارفين نستفيد منه، خصوصا في الكور اللي بالهيد اللي هو اصلا مميز فيها. كله وحش. لولا مصطفى شوبير كنا طلعنا 2-0 على الاقل. وكمان اللي ساعدنا انه ما كانش فيه فار في الماتش ده. لو كان فيه فار كان حسب كوره علي معلول ضربه جزاء. مش هنضحك على بعض. وياسر ابراهيم كمان شال كور، وخلص الشوط ده على كده 0-0. وهنشوف الشوط التاني هيجرى ايه. ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه. وابتدى الشوط التاني الحمد لله بجون للنادي الاهلي في الدقيقه 49. تاني قطع الكوره جت عند السوليه، اداها لمودست اللي عمل اسيست للشحات اللي الحمد لله ما ضيعهاش. استلم لوحده وسدد في الجون، وبقينا 1-0 للنادي الاهلي. السوليه في وسط الملعب نادي الاهلي، تمريره حلوه قوي المودست، السلام وهي ولكن تسديده جول. وبعدها مديامة حاولوا يضغطوا تاني وحاولوا يسددوا على الجون، بس مصطفى شوبير صدها على مرتين. حاولوا مرة تانية بس الحمد لله طلعت بره. وكولر الحمد لله عمل تبديلاته وفي وقت كويس. خرج مودست ونزل وسام ابو علي وندفت ومكانه ربيعه، ورضا سليم مكان الشحات، واكرم مكان ياسر عشان الاصابه. بصراحه التبديلات انعشت الفرقه شويه، وكان في خطوره وشكل النادي الاهلي اتغير. اي نعم مش احسن حاجه، بس احسن بكتير من الشوط الاول. وشكل وسام ابو علي كده هيبقى اضافه حلوه ان شاء الله للنادي الاهلي. بعد التغييرات دي كان في ترابط وتركيز وجديه في الماتش. التركيز في نص الملعب من السوليه وامام عاشور عمل خطوره في الهجوم، واللي ادى ثقه اكتر للبدلاء اللي كانوا نازلين جون اللي جابه حسين الشحات. احنا منتظرين كتير قوي منكم في البطوله دي. عرفوا الى حد ما يسيطروا على مديامه في الشوط الثاني، وبيخلص الماتش 1-0 للنادي الاهلي. تترفع نقط النادي الاهلي ل9 نقط، وكده ميدياما خلاص بره البطوله. ومنتظرين بقى ماتش بالوزداد ويانج افريكانز. لو حد فيهم كسب وما خلصش تعادل يبقى ماتش ان شاء الله يانج افريكانز تحصيل حاصل، وان شاء الله نضمن الصعود اول المجموعه. اي نعم فوزنا باداء مش مقنع، بس لازم ناخد بالنا من اللي جاي، لان اللي جاي اصعب وما فيهوش فرص انك تضيع. وده اخر الكلام. سلام.